كلنا واحنا صغيرين كنا بنعمل مصايب كتير جدا، بس هل المصايب اللي كنا بنعملها قد المصايب اللي كانت بتعملها فيبي؟ ده اللي هنعرفه النهارده في الحلقه دي. معانا النهارده مشهد كامل من مسلسل فريندز، كالعاده هنضحك وننبسط ونتعلم. هشرح لك فيه اهم الكلمات والجمل والمصطلحات العاميه اللي هتظهر معانا في الحلقه، وما تقلقش خالص برضه هشرح لك الجانب بتاع الجرامر عشان اكون غطيت لك كل حاجه. ولكن زي ما قلت قبل كده، هدف الحلقه دي ان اعلمك الاختصارات الصوتيه. زي ما قلت وهقول تاني، دي مفاتيح لازم تتعلم ازاي تستغلها، هتسهل عليك كتير جدا. من غير ما نضيع وقت كتير، يلا نشوف معانا إيه النهارده. All right. Just give me your wallets and there won't be a problem. What? I have a gun. Okay, just relax, Phoebe. Just stay calm. Oh my God, I can't find my wallet! All right, lady. Now give me your purse. No. What do you mean, no? I knew you'd be my death, Phoebe Buffet! Lowell, is that you? Phoebe? Oh my God! Oh my God! Oh! I'm sorry, Ross. This is my old friend Lowell from the streets. Lowell Ross. Ross, nice to meet you. Real pleasure. Oh, it's been so long. Oh, so long. I can't believe you're still doing this. I know. But I quit smoking. Good for you. So you look like you're doing really well. I guess your mugging days are behind you. Oh. Oh my God. Phoebe, you used to mug people? Excuse me, Ross. Old friends catching up? طيب صديقي الإنسان، علشان تفهم المشهد اللي معانا بشكل أعمق محتاج أديلك شوية معلومات بسيطة كده عن البنت دي. البنت دي اسمها فيبي بوفيه. البنت دي اتربت في الشارع، فبالتالي قضت معظم طفولتها في الشارع، فعندها كده شوية مشاكل وشوية حركات غريبة من الحياة القديمة اللي هي كانت عايشاها، الحياة الصعبة دي بتضحك جدا. وما تقلقش خالص، هندرس بعض منها في الحلقات الجاية، لأن زي ما قلت لك فيها كلمات حلوة وكمان بتضحك فعجبتني، فبالتالي هنتطرق ليها، ما تقلقش. تعالى بقى نبدأ بالمشهد اللي معانا النهاردة ونشوف الراجل ده عمل فيهم ايه. All right. All right. All right. أول حاجة كده، المشهد بدأ بشخص غريب داخل عليهم لابس كاب وجاكيت، وباين عليه إن هو مريب شويتين. فدخل في الكادر كده بتاع الكاميرا وقال كلمة أنت ممكن تكون ما سمعتهاش. قال alright alright، بس هو قالها بسرعة. قال alright alright. بالمناسبة إحنا بنقولها بسرعة لما بنتكلم في الحياة الطبيعية، أو لما بنتكلم بالسرعة الطبيعية. ما بنقولش all right، لا، بنقول alright alright بسرعة كده، وبيكون معناها كويس أو تمام أو حسنا. بعد كده كمل وأضاف يعني بعد كلمة alright وقال Just give me your wallets and there won't be a problem. Just give me your wallets and there won't be a problem. Just give me your wallets and there won't be a problem. just give me your wallets and there won't be a problem. just give me your wallets and there will be a problem. طيب تعالى بقى نفصصها عشان فيها اختصارات حلوة وشوية كلمات هينفعونا. كلمة just لوحدها كده زي ما درسناها قبل كده بيكون معناها فقط. و give me يعني أعطوني. الفعل give لوحده يعني يعطي أو أعطي. give me يعني أعطوني. طب ليه مش أعطيني؟ لأن هو بيتكلم للاتنين، راس وفيبي، فهم اتنين، فبيقول لهم أعطوني يعني فقط أعطوني. your wallets، your يعني خاصتكم أو بتاعتكم. your wallets يعني محافظكم. كلمة wallet يعني محفظة اللي بنحط فيها الفلوس. wallet مفرد، wallets يعني محافظ. بعدين بقى كمل الجزء الثاني من الجملة وقال and there won't be a problem. لما بتقول there will be بيكون معناها سوف يكون هناك، ولما بتقول there won't be بيكون معناها لن يكون هناك. لن يكون هناك ايه بقى؟ problem، معناها مشكلة. يعني بيقول لهم انتوا ادوني محافظكم او بس ادوني محافظكم ومش هيكون في مشكلة. بس في اختصار هنا انا محتاج اشرحه لك. لما هو قال won't be، المفروض الجملة دي تكون مكتوبة كده will not be a problem. will بقت won't. طب ايه اللي حصل هنا في الجملة؟ ده الاختصار بتاعها، ف will not اختصرناها وبقت won't. وبالمناسبة كمان لما بنختصرها ما بنتكاش على حرف it اللي في الآخر، يعني ما بنقولش won't. طبعا تقدر تقولها بس احنا ما بنتكاش عليها، بنقول won't be a problem won't be a problem won't كانها مش مكتوب أصلا. تمام؟ يعني will not اختصارها won't. كويس؟ وكمان
ما بنتكاش على التي، ده اللي محتاج تعرفه. فدورك بقى تردد الجملة دي، أو بعد ما أنا أقولها يا ريت أنت توقف وتقولها. Just give me your wallets and there won't be a problem. Just give me your wallets and there will be a problem. وقف بقى وردد. طيب راس قال what يعني ماذا، اللي هو ايه. طبعا دي ما فيهاش شرح. تعال بقى نشوف هو كمل وقال ايه. I have a gun. I have a gun. I have a gun. I have a gun. ملاحظ هو قالها ازاي. هو قال I have a gun. I have a gun. كأن الحرف ال A ملزوق كده في كلمة have، فكأنه قال I have a ملزوقين في بعض. هما مش ملزوقين ولا حاجة، بس لما بننطقها بسرعة بنختصرها أو بنلضم الكلام في بعضه. فهو قال I have a وكلمة gun يعني مسدس أو سلاح. I have a gun يعني أنا عندي سلاح أو معايا سلاح. ما تكترش كتير، يعني أنا معايا مسدس. تعال بقى نشوف راس اتصرف ازاي. Okay, just relax, Phoebe. Just stay calm. Okay, just relax, Phoebe. Just stay calm. Okay, just relax, Phoebe. Just stay calm. فطبعا هو متلعبك كده قال اوكي just relax فيبي. اوكي يعني حسنا، just شرحناها يعني فقط، relax يعني استرخي فيبي. طبعا هو كان بيقول لي فيبي الكلام ده، وواضح جدا ان فيبي مش محتاجة ريلاكس خالص، هو اللي محتاج يهدى كده، لان هو اللي خايف مش هي باين عليها ان هي هادية جدا، وهو كده اللي متوتر وخايف ومرعوب. تمام. بعدين كمل وقال just stay calm. just stay calm. كلمة just شرحناها فقط. stay يعني ابكي. calm وبالمناسبة ال L اللي هنا silent ما بننطقهاش، ما تقولش calm، لا هي calm. calm يعني هادئ، فبيقول لها ابكي هادئة، فقط ابكي هادئة. هو مين بس اللي محتاج يبقى هادي، هو ولا فيبي؟ خلينا نكمل. Oh my God! I can't find my wallet. Oh my God! I can't find my wallet. Oh my God! I can't find my wallet. فهو قاعد يدور كده في جيوبه وقال oh my god I can't find my wallet. oh my god يعني يا إلهي. I can't دي اختصار لي I cannot، اختصارها وقال I can't. وبالمناسبة ما تكاش على صوت الت، ماشي I can't. هو قال I can't سريعا كده I can't find my wallet. find وده فعل يعني أجد، فهو بيقول oh my god يا إلهي لا أستطيع أن أجد محفظتي my wallet. طبعا زي ما أنت شايف مرعوب وبان عليه الرعب جدا، وهو اللي كان قايل لها اهدي يا فيبي، وهو اللي مش هادي خالص. طب خلينا نكمل. لقى المحفظة الحمد لله وراح مديها له، فراح الراجل اللي لابس كاب قال All right, lady. Now give me your purse. All right, lady. Now give me your purse. All right, lady. Now give me your purse. all right lady. كلمة lady يعني يا سيدة، we all right شرحنا، فبيقول لها حسنا يا سيدة أو حسن يا امرأة. give me your purse. give me شرحناها your purse. كلمة purse وبتتنطق كده purse. كلمة purse يعني الشنطة بتاعت الستات أو المحفظة الكبيرة شوية الحريمي. احنا قلنا wallet بتكون المحفظة الصغيرة اللي بنحط فيها الفلوس، معظم الوقت بتكون رجالي، انما purse دي بتكون حريمي، يعني ما ينفعش راجل يكون عنده purse. البيرس ده حريمي. كويس. تعال بقى نشوف رد فيبي هتقول له ايه لما قال لها اديني المحفظة بتاعتك يا فيبي. No. What do you mean no? No. What do you mean no? No. What do you mean no? فبمنتهى الهدوء والبساطة كده الأستاذة فيبي قالت no لا. قلبها جامد فيبي صح؟ فراح هو راس بقى ميت من الرعب جنبها قال What do you mean no? What do you mean no? What do you mean? What do you mean? نطقها بسرعة جدا وبمنتهى الاختصار قال What do you mean no? What do you mean? What do you mean no? What do you كأنها مكتوبة كده What do you mean no? What do you mean معناها ماذا تعني، تقصد ايه؟ فهي قالت لا، فهو لا تقصدي ايه بلأ، يعني هو ايه اللي لأ ده What do you mean no؟ فاستخدم التعبير ده لما تكون عايز تقول لحد قصدك ايه او انت تقصد ايه. يعني مثلا حد قال لك حاجة وانت عايز تقول له تقصد ايه، فتقول له what do you mean او what do you mean، بس السرعة الطبيعية what do you mean
What do you mean؟ تعال نكمل بقى ونشوف هي كانت تقصد ايه بلأ. Well, I knew you'd be my death, Phoebe Buffet. Well, I knew you'd be my death, Phoebe Buffet. Well, I knew you'd be my death, Phoebe Buffet. الجملة دي برضو فيها اختصارات كتير. طبعا راس وهو ميت من الرعب كده قال I knew you would be my death Phoebe Buffet. I knew يعني أنا علمت. كلمة I know يعني أنا عارف أو أنا أعلم. I knew يعني أنا علمت. ده الماضي بتاعها، يعني الحاضر فيها O والماضي فيها E. تمام. You would be، هو قال you'd be my death Phoebe Buffet. يد لأن ده اختصار. كلمة you would اختصارها بقت يد my death Phoebe Buffet. الراجل اللي اسمه راس ده راجل مش سهل جدا. الراجل ده اتجوز وكل واحدة يتجوزها لازم يتطلق أو لازم يطلقها. فهو هنا بيعمل نكتة إن هو أنا بطلق كتير فعندي مطلقات كتير. فأنت لما تقول مثلا مين دي أو تسأله مين دي يقولك دي طليقتي فلانة الفلانية. هو هنا بيقول بقى أنا عارف أو كنت عارف إن أنت هتكوني my death Phoebe Buffet، مش طليقتي بقى، لا my death Phoebe Buffet. فالراجل ده أصبح إن هو هيكون عنده مطلقات أو طليقات، وهيكون عنده كمان واحد في الريكورد بتاعه أو واحد في الدفتر بتاعه موت. يعني هيكون عنده طليقات وكمان حادثة موت. I knew you'd be my death Phoebe Buffet. أنا أعلم أنك سوف تكوني الميت Phoebe Buffet أو الميتة Phoebe Buffet. Lowell, is that you? Lowell, is that you? Lowell, is that you? طبعا هي تجاهلت التحذير بتاعه خالص وبصت كده على الراجل وعرفته بقى، قدرت تتعرف عليه وقالت له لول ده اسم غريب جدا، كان صعب جدا اصلا ان اكتبه. Is that you? Is that you؟ هل هذا انت؟ لما بتقول is that بيكون معناها هل هذا. Is that you؟ هل هذا انت؟ طلعوا يعرفوا بعض وطلعت تعرفوا. خلينا بقى نكمل هو قال لها ايه. Phoebe? Oh my God! Phoebe? Oh my God! Phoebe? Oh my God! Phoebe? Oh my God. Phoebe عرفها. Oh my God. يا إلهي. بعدين هي قالت I'm sorry, Ross. This is my old friend Lowell from the streets. I'm sorry, Ross. This is my old friend Lowell from the streets. I'm sorry, Ross. This is my old friend Lowell from the streets. I'm sorry, Ross, this is my old friend Lowell from the streets. Ross, this is my old friend Lowell from the streets. يعني هي قالت أنا أسفة، نسيت حاجة دلوقتي، نسيت تعرفهم ببعض حضرتها. أنا أسفة. This is my old friend. كلمة old يعني قديم أو كبير بالمناسبة. يعني ممكن تصف حد إن هو عجوز فتقول old، وممكن تصف حاجة إن هي قديمة يعني تليفون قديم old phone. فهي بتقول له old friend يعني صديق قديم. Lowell ده اسمه from the streets من الشوارع. هو في الطبيعي انت لما بتعرف حد بحد مثلا اتنين قابلوا بعض فبتقول له ممكن اقدم لك مثلا او ده فلان الفلاني من المدرسة من الكلية من الجامعة من الشغل القديم وهكذا. لكن مش منطقي خالص ان انت تقول لحد ده من الشارع، اعرفه من الشارع. مش اسلوب صح؟ فتحس ان كده ان البنت دي غريبة جدا وحياتها القديمة مأثرة عليها طول المسلسل. طب خلينا نكمل. Ross, nice to meet you. Ross, nice to meet you. Ross, nice to meet you. بعد ما هي بقى قدمتهم لبعض قال Ross, nice to meet you. Ross, nice to meet you. طبعا احنا عارفين nice to meet you، بس شايف لما بيقولها بسرعة أو لما بنقولها بسرعة سامع فيها كده خفيف. nice to meet you. nice to meet you. nice to meet you. علشان لما بنختصر الكلام بنقولها بسرعة. شايف التي والواي لما بيجوا كده بعض أحيانا بيعملوا صوت خد بالك أنا قلت أحيانا بنقول nice to meet you. nice to meet you يعني التي والواي مخرجهم صعب إنك توقف ما بينهم وبعدين تحط الكلمة التانية، فبالتالي في صوت خفيف كده بيجي بشكل طبيعي.
يعني مثلا لو قلناها بالراحة مفيش مشكلة، إنما لو حبينا نلضمها هيكون في مشكلة وهيكون صعب عليك إنك تقولها من غير ما تعمل صوت ش الخفيف. Nice to meet you، بس دي متقطعة. Nice to meet you، nice to meet you. شايف؟ غصب عنك هتعملها، وده اللي بيحصل في لسان المتحدث الأصلي، يعني غصب عنه هتلاقي صوت ش بيطلع. يعني هو بيقول له دلوقتي سعدت بلقائك، خلاص بقى اتعرفوا كأنهم اتقابلوا مثلا في قهوة ولا في مطعم. خلينا بقى نشوف راس رد عليه وقال له ايه. Yeah, real pleasure. Yeah, real pleasure. Yeah, real pleasure. فطبعا صاحبنا راس وهو مصدوم كده وخايف قال yeah real pleasure. real يعني حقيقي، pleasure يعني متعة. لو ترجمتها حرفيا هيكون معناها real pleasure، متعة حقيقية، بس هي مش معناها كده، معناها يعني من دواعي السرور ان انا اقابلك، او دي بنرد عليها لما حد يقول لنا nice to meet you. فهو مش منطقي، يعني انت لسه مقلبني وواخد محفظتي وبتقول لي nice to meet you؟ لا بقى. فهو رد باستهزاء كده yeah real pleasure، ببؤس كده. It's been so long! Oh, so long! It's been so long! Oh, so long! It's been so long! Oh, so long! طبعا بعد ما عرفتهم على بعض بقى حضنته وقالت It's been so long. It's been so long. طبعا هي قالتها بحماس، انت مش مطالب منك انك تقلدها وتقولها زيها بالظبط، ممكن تقول It's been so long كده بمنتهى البساطة. كلمة it's دي اختصار ل it has، يعني it has been so long. وكلمة long ما تتكاش على الجي علشان مش بننطقها. long يعني طويل، بس خد بالك مش طول أفقي، هو طول رأسي. يعني ممكن تصف مثلا التعبان تقول the snake is long، يعني التعبان طويل، لأن التعبان طويل لكن على الأرض كده مش بينمو لفوق. لكن لو عايز تصف مثلا إنسان هتقول tall يعني طويل، ولكن طول أفقي زي الإنسان أو الشجرة. The tree is tall. ليه؟ لأن الشجرة بتنمو لفوق، ففي فرق ما بينهم، ما تستعملش الاتنين زي بعض. ولكن احنا بنقول long لما بنكون بنتكلم على المسافات والوقت وهكذا. معنى الجملة دي كده لقد مر وقت طويل، معناها كده، ما تترجمهاش بشكل حرفي. طب مر وقت طويل على ايه بالظبط؟ منذ أن التقينا، فهي بتقول له لقد مر وقت طويل منذ أن التقينا، بقالنا كتير يعني ما شفناش بعض. كويس؟ خلينا بقى نكمل ونشوف ايه اللي حصل. I can't believe you're still doing this. 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 I can't believe. كلمة I can't قلنا دي اختصار ل I cannot. I can't believe، كلمة believe يعني أصدق. I can't believe you're still doing this، يعني لا أصدق أنك لا زلت أو ما زلت تفعل هذا. تفعل هذا اللي هو إيه بقى؟ بتقلب الناس. ده معناه إيه بقى؟ ها؟ تقدر تخمن ده معناه إيه؟ تعال بقى نشوف هي قالت إيه. I know, but I quit smoking. I know, but I quit smoking. I know, but I quit smoking. فراح هو رد عليها وقال Yeah I know but I quit smoking. Yeah I know but I quit smoking. I know يعني أنا أعلم، but ولكن. تعال بقى نشوف إيه الحاجات الحلوة اللي اتحسنت في حياة الراجل ده. I quit smoking. كلمة quit يعني أقلعت، smoking يعني التدخين، فبيقول لها بس أنا بطلت السجاير، يعني أنا أقلعت عن التدخين. فراحت هي ردت عليه وقالت Good for you. 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 وده التعبير ما تترجمهوش بشكل حرفي، لأن حضرتك لو رحت ترجمته على جوجل هيقول لك جيدة بالنسبة لك، وده مش يعني إيه اللي جيدة بالنسبة لك؟ هي معناها هنيئا لك، يعني حاجة كده زي مبروك أنت تستاهل، هنيئا لك. فراح هو كمل وقال So you look like you're doing really well. So you look like you're doing really well. So you look like you're doing really well. You look like you're doing really well. You look like you're doing really well. لما بتقول لحد you look كذا كذا بيكون معناها تبدو وكأنك. You look like تبدو وكأنك. You're doing really well. كلمة doing really well أو ده المصطلح you're doing really well يقدر يقول you're doing well من غير really، لأن really معناها حقا، فلو ترجمناها كده هيكون معناها تبدو وكأنك في حالة جيدة حقا، اللي هو أنت شكلك كده كويس والدنيا تمام معاك، أو الدنيا تمام معاكي. تمام؟
خلينا بقى نكمل ونشوف اللي حصل تاني. I guess your mugging days are behind you. 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 I guess يعني أنا أعتقد أو أنا أخمن. Your mugging days are behind you. تعال بقى نشرح شوية الكلمات الحلوين اللي في الجملة دي. كلمة mug أو إنك تمج حد ده فعل، مش المج اللي بنشرب فيه على فكرة. mug يعني إنك تقلب حد، إنك تبلطج على حد وتاخد فلوسه. إخواتنا المصريين عارفين يعني إيه نقلب حد. لإخواتنا غير المصريين تقلب حد إنك تبلطج على حد وتاخد فلوسه غصب عنه، ويكون معك سلاح وتثبته وهكذا. فmugging ده بقى الاسم. فبقول لها I guess أعتقد your mugging days أيام البلطجة بتاعتك are behind you. behind you طبعا انت فهمت انا اقصد ايه. behind يعني خلف، behind you يعني خلف. فبقول لها اعتقد ان ايام البلطجه بتاعتك دلوقتي ورا ظهرك، يعني رميت الكلام ده كله ورا ظهرك ودلوقتي الدنيا تمام معاكي وشكلك زي الفل، بسم الله ما شاء الله، يعني حياتك حلوه دلوقتي. طبعا هنا صاحبنا راس اتصدم فقال لها Oh. Oh my god. Phoebe, you used to mug people? Oh. Oh my god. Phoebe, you used to mug people? Oh. Oh my god. Phoebe, you used to mug people? oh my god oh my god يا إلهي. طبعا هو هنا فهم إن فيبي كانت متعودة تبلطج على الناس في الشارع وتاخد فلوسهم، فراح بقى سألها وقال فيبي you used to mug people. فيبي you used to mug people، زي ما قلنا كلمة mug دي الفعل. you used to معناها اعتدتي على، يعني انت كنت متعودة to mug people، يعني انت كنت متعودة تبلطجي على الناس. تعال بقى نشوف فيبي هتجاوب على السؤال بتاعه ازاي. Excuse me, Ross. Old friends catching up? Excuse me, Ross. Old friends catching up? Excuse me, Ross. Old friends catching up? Excuse me Ross, old friends catching up. Excuse me Ross, old friends catching up. مبدئيا كده في شوية أخطاء نحوية، طبعا مش هنقدر نسميهم أخطاء لأن أنا مش من حقي أقول ده لأن دي لغتهم، بس خليني أقول لك هي كان المفروض تقول إيه وقالته إزاي بالشكل العامي. الأول excuse me Ross يعني معذرة يا راس. old friends catching up كان المفروض تقول old friends are catching up، بس مش مشكلة، احنا زي ما قلنا دي لغتهم وده طبيعي جدا وبيحصل في الحياة العامية، ووضحت لك ده في أكتر من حلقة فاتت. احنا دلوقتي دي الحلقة السادسة، فأكيد انت فاهم أنا بتكلم عن ايه. old friends قلنا أصدقاء قدام. كلمة catching up ده مصطلح ما تترجمهوش بشكل حرفي وبيكون معناه، ولا أقول لك بدل ما أدي لك المعنى كده بمنتهى البساطة، تعالى ندور عليه في موقعنا المفضل Dictionary Cambridge. بص هنا بيقول ايه. catch up with someone ده phrasal verb to communicate with someone by talking in person or on the phone or by exchanging messages and learn or discuss what has been happening in their life. بمعنى، أو خليني أترجم لك بقى الكلام ده عشان تفهم بشكل أعمق. كلمة communicate يعني التواصل، يعني بنقول التواصل مع شخص ما. someone يعني شخص ما. by talking يعني من خلال التحدث. in person لما بتقول in person بيكون معناها وجها لوجه شخصيا، or أو on the phone. on the phone يعني في التليفون، or by exchanging. كلمة exchanging يعني تبادل. exchanging ايه؟ messages يعني بتبادل الرسائل. and learn or discuss ومعرفة أو مناقشة. كلمة discuss يعني مناقشة. what has been happening in their life ايه اللي كان بيحصل في حياتهم. بالاختصار كده ان انت تتكلم مع حد او ان انت تطمن على حد او تتكلم معاه في التليفون او في المسج او انك تناقشه في الحياة الواقعية عن حياته وتتكلموا مع بعض ايه اللي حصل عندك ايه اللي حصل عنده وهكذا. هو ده catching up. ففيبي كانت بتقول له excuse me Ross، احنا في 2 old friends هنا بيتكلموا مع بعض عن حياتهم وبيتناقشوا. طبعا هي تهربت من السؤال، هي ما رضيتش تجاوب، عشان كده قالت الكلام ده. طب جميل قوي، اتمنى ما تكونش طولت عليك في الشرح، انا عارف ان الحلقه كانت طويله النهارده. تعالى بقى علشان احط لك المشهد تاني مع الترجمه العربي والانجليزي اللي انا متاكد انك مش محتاجهم خالص، وهنشوف فاهم بنسبه قد ايه.
All right. Just give me your wallets and there won't be a problem. What? I have a gun. Okay, just relax, Phoebe. Just stay calm. Oh my God, I can't find my wallet. All right, lady. Now give me your purse. No. What do you mean, no? I knew you'd be my death, Phoebe Buffet. Lowell, is that you? Phoebe? Oh my God! Oh my God! Oh! I'm sorry, Ross. This is my old friend Lowell from the streets. Lowell Ross. Ross, nice to meet you. Real pleasure. Oh, it's been so long. Oh, so long. I can't believe you're still doing this. I know, but I quit smoking. Good for you. So you look like you're doing really well. I guess your mugging days are behind you. Oh. Oh my God. Phoebe, you used to mug people? Excuse me, Ross. Old friends catching up? طيب أنت هنا وصلت معايا لنهاية الدرس. كالعادة لو عندك أي سؤال، أي استفسار، أي إضافة، أي حاجة عايزنا نشيلها نحطها، سيبها لي تحت في الكومنتات وأنا بإذن الله هرد عليكم. شكرا جدا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.